السلام عليكم الأخوت، واش وكيفاش؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا جبت لكم جديد وقضيه جديده عاوتاني وموضوع جديد باقي في الميكا ديالو. الموضوع ديالنا اليوم على الصديق والاخ ديال المغاربه كاملين اللي هو زكريا ابو خلال، اللي كتعتبر من احسن اللاعبين وافضل اللاعبين المغربيين. هو حكيمي وزياش وبوفال وزيد من النجوم المغاربه، الله يطول لهم في العمر باش يفرحونا بكاس العالم في المستقبل ان شاء الله. انتم عارفين بلي النجم ديالنا ابو خلال ولا التسميه ديالو دايره بلاصه في العالم كامل وفي القلوب ديال المغاربه كاملين بيو. ودابا الاخ ديالنا طري ليه واحد البلان مع الاعلام والصحافه الفرنسيه اللي كيحاولوا يتهموه بشي هضره وشي وطن اللي كاع ما عنده به حتى شي علاقه، وباغيين يلصقوا ليه شي تهم اللي ماشي ديالو. دابا الخوت السؤال اللي مطرح هو شنو هما هاد التهم هادو وشنو اللي طاري وعلاش طاري هادشي هذا كامل وشنو الاسباب. باش نعرفوا كاملين في هذا الفيديو. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخير. يلا على بركه الله نبداو. زكريا علاش طاري ليه هادشي؟ حيت ما بغاش يلبس واحد التيشيرت ديال تعدد الالوان اللي كيحتفلوا به النصارى اولا الفرنسيين في النهار العالمي اللي هو كيكون نهار 17 ماي. هادشي علاش الاعلام الفرنسي بدا كيهاجم ابو خلال. Toulouse, Zakaria Abouklal, donc joueur du TFC. Et puis l'attaquant marocain Zakaria Aboukral. Alors je précise au préalable que Zakaria Abouklal, il était déjà dans une tourmente au Maroc où des médias marocains l'avait accusé il y a quelques semaines de prosélytisme au sein de la sélection. Voilà, il avait dit non, c'est faux et tout. Et là, donc Abouklal, lui dit ah bah ouais, mais moi je respecte tout le monde. Le respect est une valeur que j'estime. Donc il s'étend aux autres. Il englobe aussi le respect de mes croyances. Donc lui, en gros, il respecte pas la journée, mais il veut qu'on respecte ses. دابا شنو هي التهمه اللي لصقوا لخونا؟ قبل ما نعرفوا التهمه اللي ملصقين لخونا ابو خلال، اجي بدا نعرفوا شكون هو زكريا ابو خلال بعدا وكيفاش القصه ديالو. زكريا ابو خلال تولد نهار 18 فبراير عام 2000 في مدينه ديال روتردام الهولنديه، والاصل ديال بواه من ليبيا والوالده ديالو مغربيه. خونا زكريا ابو خلال الجنسيه ديالو هي هولنديه حيت زاد هولندا. من بعد ما تزوج الاب ديالو والام ديالو قرروا يمشيو لهولندا يعيشوا. زكريا ملي تزاد ولا في العمر ديالو 3 سنين، الوالدين ديالو قرروا يهزوه ويهبطوا به للمغرب باش يتربى على الثقافه المغربيه والدين الاسلامي وبالضبط في المدينه ديال الرباط. وعلى هذا الشيء هذا باش ابو خلال عنده هذه العقليه ديال الناس الوارين، الاخلاق والدين والخدمه والرياضه ومن بعد من صداع الراس، ومركز غير على الاهداف ديالو. وفي هذه المدينه هذه والديه دخلوا يتعلم الدين الاسلامي وبقاو تما شي 4 سنين حتى ولا زكريا شابر مزيان لاباز ديال الدين الاسلامي مزيان واللغه العربيه والدرجه المغربيه حتى ولا لسانهم مطلق مزيان. عاد ديك الساعه والديه رجعوا لهولندا وبالضبط في المدينه ديال كورنيسين. ديك الساعه خونا زكريا تانتيغرا ولا خد التدريب ديالو مع واحد الفريق اللي سميتو بي اس في اندوفل الهولندي حتى شد لاباز ولا جديد تما. عاد مشى للفريق اللي سميتو ازيدال كمارو تما فين غادي يشعل ليه الضوء وزارو غادي يغوت عليه وغادي يبان وغتبان مع الموهبه ديالو وغيبان وغيطلونسا تما مزيان. ديك الساعه عاد بداو كيجيوها لي كوموند اولا كيجيوها بزاف ديال العروض. هو غادي يختار اول فريق كان غوت له اللي هما تولوز حيت كانوا اول فرقه غوتت عليه باش يبدا يلعب معاهم. وهنا غادي يمشي للدوري الفرنسي وتما غادي يتفرقع خونا واحد التفرقعه بوم وغادي يولي معروف. شوف هاد خونا التيسير اللي عطاه مولانا، اول ماتش غادي يلعبوا مع المغرب غادي يماركي فيه الجول ديالو الاول وكان واحد الجول اللي من الطراز الرفيع. وهاد خونا شحال في عمره تبارك الله 23 عام الخو. السيد باقي جون باقي سنان الحليب. هادشي اللي بغى ربي الهيب يعطيك يخدم انت غير كتدخل بسم الله وكتخدم ربي كيبين لك البرهان وكتبقى غادي ما كاين دقدق. ولكن حاجه وحده خصك تكون بريباري ليها اللي هي ان اي واحد غادي ينتقدك شحال الناس ما يحملوكش خصك تكون بريباري ليها العود مزيان. تحيه لكاع الدراري اللي كيعطيو الخدمه كيناورك والله يوفق الجميع. فهمتي اي واحد واي وحده ديفلوبي الكارير ديال باش ما نكونوش عاوتاني حياديين. الله يسخر راه كلشي بادي من تحت الزيرو، كلشي راه القضيه مضاعضه عنده. ولكن الفرق اللي كاين هو شكون اللي كيتقاتل شكون اللي كيخلص الثمن باش يوصل وشكون اللي كيرجع للور. الفرق ماشي في العمر ولا في كذا، شكون اللي كيستمر كيبدا شي حاجه وكيبقى مكمل فيها حتى الاخر. والله يوفقنا جميع. وهذا العام هذا خونا فاش لعب مع تولوس اول ماتش ديالو تما ماركا بسبب غادي يديروا كاس ديال فرنسا اللي معمر تولوس حلمت تديه وداتو سبب هاد الدري هذا. تحيه للمغربيين في مكان. وهنا فين غادي يطرى المشكل ويطلع الفيلم كامل على هاد خونا هذا. السيدي ديك الساعه النائبه ديال العمده اللي مسؤول على الرياض ما نغماش المنظر اللي وقع، يعني ما عجباش خونا علاش بسببه داو الاخرين الكاس. ديك الساعه بقات حاقده عليه. ونهار اللي تولوس داو ديك الكاس هما غادي محتفلين وصلوا بالعام. نتوما عارفين الكيبو كيحتفل والنشاط وكذا والضحك. وصلوا للفيستير وكانوا ناشطين ومحتفلين والدراري كضحك والنشاط مع معلم وكانوا محتفلين بخونا بسبب الانجاز اللي دار. نتوما عارفين كلشي ناشط. على حسب الاعلام الفرنسي قال لك اسيدي بلي ديك الفرقه اللي كان فيها ابو خلال كانوا محتفلين وراكم عارفين الدراري ناشطه والغوات والضحك والتقاصر والتقاشر. واختنا ديك اللي مسؤوله على الرياضه قالت لهم باللي سكتوا راكم فرعتوا لي راسي بصداعكم. وهنا قال لك اسيدي باللي زكريا ابو خلال هادشي هذا غير قالوه والله اعلم. قال لي باللي دخلي سوق راسك واصلا البلاصه اللي تربيت فيها العيالات ما كيهضروش مع الرجال بحال هكا وبهذه الطريقه هذه ولهذا دخلي سوق جواك. وقال لك سبب هذا البلان هذا انا ضدت العيالات تمايا على هذا الشيء هذا اللي اتهموه به
ونهار اللي كانت لعبه تولوز ضد لونتيس كان واحد الاحتفال ديال الالوان وخاص كاع اللي حاضرين يحتفلوا به، يعني فرقات جوج خصهم يحتفلوا به ويلبسوا ديك اللباس ديالهم بغض النظر على الديانه ديالهم، واش مسلمين ولا يهود ولا مسيحيين ولا نصارى. شغلك هذا خصك تحتفل هو خصك تحتفل، يعني بزز منك تحتفل، والا ما بغيتيش ما غاديش تلعب. وانا زكريا ابو خلال قال لهم لا والو ما غاديش نحتفل معكم بهذا الشيء هذا وبهذا العجب هذا، وقال لهم صافي ما غاديش نلعب هذا الماتش هذا كاع وانا حر نختار اللي بغيت. والدوري الفرنسي كيبز على كاع اللعابه يلبسوا داك العجب يحتفلوا به، وانا ثلاثه ديال اللعابه ما غاديش يلبسوا داك اللبس هذاك ما غاديش يحتفلوا معاهم. شكون هما؟ اول واحد هو المدافع ديال مالي، والثاني اللي هو سعيد الهامولي، والثالث اللي هو الاخ ديالنا زكريا ابو خلال الله يعاونه والله يحفظه. وانا يا الخوت دوك اللي مكلفين بديك العالم ديال الالوان ما تسرطاش ليهم ولا كيقلبوا كيفاش يصدروهم بثلاثه بيم. اول حاجه لصقوا الخونه هي انه كانوا اتهموا بالارهاب نهار اللي كان جالس هو والصابري في الكوب دي موند. هو وصحاب ديالو كانوا دايرين واحد الحركه ديال التشهد، انهم بحال كيشاهدوا وقالوا عليهم بلي هذه الحركه هذه ديال الارهابيين وديال الدواعش. اما حنا فعارفين بلي خونا متقي الله وداخل سوق جوا، وخا يعيو يوسخوا ليه الصوره ديالو ما يقدروش. وهيداك خونا نعال الشيطان وما تسوقش الهضره ديالهم ودوزها وقال هانيه خليهم يهضروا. ولكن ملي وصل لموصل العظام واتهمته الجريده ولا الاعلام ديال ار ام سي بلي خونا حقد على النساء عنصري معاهم وكذا واللعيبات وباللي ما كيحترمهم شيء وكيخطي فيهم وكذا وش لا كلام وش لا هضره خاويه. Toulouse, Zakaria Abouklal, donc joueur du TFC, qui lance à l'adjointe au maire: chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. Quand l'adjointe au maire donc lui a demandé de se taire pendant les différents discours. هنا غادي يخرج الكابيتان اللي سميتو وليد الركراكي، راكم عرفتوه الخوت، وغادي يبدا يشرشم ليا في البشر. ما كاين اللي دواء كيكون الدواء واللي تفافا كيجي في الزلافه. ديك الساعه طاح عليهم وليد الركراكي والهضره قاصحه وقال لهم بلي هادشي هذا كامل اللي كيتقال غير هضره خاويه ما عندها لا اساس ولا راس، وبلي هادو غير توهم لصقوهم الخونه وصافي. الا كان شي لاعب ولد الناس ومحترم راه هو ابو خلال، ونعمه التربيه والاخلاق وكيحترم الصغير والكبير الرجال والنساء، وبلي هو انسان مسالم وما خصوش الصداع وداخل سوق جواه. وقال بلي خونا عنده مجموعه ديال القيم والمبادئ في حياته ما يمكنش يتخلى عليها، بلي من المستحيل ان زكريا يخرج شي هضره بحال هذه ولا يقلل الحياه لشي واحد كيف ما كان النوع ديالو. وحنا كنتكلموا الاخوان على واحد السيد اللي الله عمره هضر اللي كيدير الاعمال الخيريه ودار شحال من حاجه زوينه بحال انه تبرع بالبريم ديالو لواحد الجمعيه خيريه. فرحان اكثر منهم حيت جيت هنا والله هذا الشيء عجبني بزاف. دائما كنبغي نمشي لبلاصات بحال هادو، شوف الدراري مساكن فرحانين عجبهم الحال. الكره هي كل شيء عندهم، كلهم يبغوا يلعبوا مع المنتخب. وبنا واحد الملعب للشباب في دار بوعزه باش يبقاو يلعبوا فيه ويتعلموا الكره ويوليو شي حاجه ان شاء الله في المستقبل تا هما يوليو شي كويريه واعرين ان شاء الله بحول الله. زياره بوخلال لهذه القريه رأت عينه انه يمكن ان يقوم بشيء ما، فاقترحنا عليه ووافق على القيام بتأهيل هذا الملعب. طبعا مبادره طيبه اولا، ولكن نريد ان تكون بدايه. سنعمل كل ما في وسعنا. اولا سنطلق اسم ابو خلال على هذا الملعب. حسيت بحال كنت انا صغير اول مره ندخل في التيران زوين سبحان الله، جاي من هولندا بحال فين بديت انا، وان شاء الله يبقاو فرحانين وبحال قلت يطلعوا بزاف الكواريه من هنا. المهم حاجه يكونوا فرحانين. وخونا مع متقي الله وداخل سوق جوا وكيدير الخير في الناس وكينصح الناس بالخير والدين، هذا علاش بغاو يتهموا بهذا الشيء هذا باش يهرسوا ليه الكارير ديالو ويوسخوا ليه السمعه ديالو. وهنايا غادي تخرج اخيرا غادي تخرج الفرقه ديال توروس، وقالت باللي الاعلام الفرنسي غير كيكذب باللي زكريا بوخلال ما قالش هذا الكلام هذا كاع كامل اختنا، باللي اختنا غير اتهمته وصافي. ومن خلال هذا الشيء هذا كامل كيبان لنا باللي خونا حاطينه في بالهم على داك الشيء اللي دار حيت ما بغاش يلبس داك التيشيرت ديال الالوان، وباللي فحال والو زكريا بوخلال في الموسم اللي جاي يقدر ما يلعبش في الدوري الفرنسي. هذا كيبقى غير احتمال والله اعلم. ومن خلال هذا الشيء هذا كامل كنخرج بواحد الخلاصه ديالي هي ان اي واحد ربى شي حاجه كيلقى، بمعنى الا ربيتي ولدك ولا بنتك على الصح يعني الطريق الصحيح والمزيان فكون هاني منه غادي يبقى شاد ديك الطريق المزيان والعكس صحيح. ولهذا الناس والاخوان والاحباب ربي ولادكم تربيه حسنه. راه الدراري دايرين بحال الشجره خصك تنتبه ليها من الصغر وتقادها من الصغر، اما تكبر عوجه تبغي تقادها صعيب، حيت لا كبرت عوجه صعيب تسرحها. حنا ما قلناش ما غاديش تسرح، ولكن غادي تعذبك عاد تقدر تسرح، ماشي بحال الحاجه كتكون باقا صغيره كتزرع فيها واحد القيم وواحد المبادئ كتطلع من الصغر ديالها شابره واحد الطريقه اللي زوينه. حنا كنهضروا على الدراري ولا البنات بصفه عامه، يعني من الصغر ديالو ربيهم تربيه حسنه باش في الاخر داك الانسان كيبقى مقتنع بواحد المبادئ اللي مزيانه حاطه في عقله كيبقى مقتنع بها وحياته كتمشي مزيان. وخا يبغيو مثلا يعني يخلخلوا به الكرمه والو، وخا يكون في اي دوله في اي بلاصه في اي ديانه كيف ما بغات تكون كيبقى ملتزم بالدين الاسلامي ديالو بالطريقه الصحيحه ديالو، كيكون كيعرف يفلتر الحاجه المزيانه من الحاجه العيانه. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سهله، ديروا شي لايك شي كومونتير اختنا وخونا فرقعوا ديك البطونه. كان معكم خوكم محمد، يلا تهلاو نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. بيس.